ينتظر المصري عمر مرموش شرارة الانطلاق بقميص مانشستر سيتي، والتي من المتوقع أن تشهدها مباراة الفريق ضد تشيلسي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي. وانضم مرموش إلى حامل لقب البريمير ليج قادما من أينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو، ليعقد عليه المدرب الإسباني بيب غوارديولا آمال إخراج الفريق من النفق المظلم الذي دخله منذ نحو 3 أشهر على كافة الأصعدة. صاحب ال25 عاماً جذب أنظار السيتي بعد تألقه اللافت مع أينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، إذ سجل 20 هدفاً وصنع 14 بمختلف البطولات قبل رحيله. ويعد مرموش ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بمختلف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، خلف مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول. جوكر جديد. عرف عن مرموش منذ أن كان ناشئاً في نادي وادي دجلة المصري، إجادته اللعب في مختلف مراكز الهجوم سواء في العمق أو على الأطراف، وهو ما يجعله خير خلف للأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي غادر السيتي الصيف الماضي صوب أتلتيكو مدريد. ومع المنتخب المصري ينشط مرموش في الجهة اليسرى، وهو المركز الذي اعتاد اللعب فيه بأغلب الفرق التي لعب لها. لكن مرموش كشف مؤخراً عن ميله للعب كرأس حربة مثل ما كان الحال عليه في فرانكفورت، مما ساعده على إخراج أفضل ما لديه. وبذلك سيحصل غوارديولا على لاعب جوكر قادر على إفادة الفريق السماوي بمختلف مراكز الهجوم، لا سيما في ظل صعوبة الدفع به كرأس حربة في وجود إيرلينغ هالاند. يمتاز الدولي المصري أيضاً بسرعته الفائقة، وهو ما يجعله سلاحاً مهماً في الهجوم الخاطف والمرتدات، مما سيمنح السيتي ميزة إضافية وجودة استثنائية بحسب ما صرح به غوارديولا قبل موقعة البلوز. وأظهر مرموش أيضاً تميزه في تنفيذ الركلات الحرة هذا الموسم، إذ استطاع تسجيل 3 أهداف من الركلات الثابتة في 3 مباريات متتالية مع فرانكفورت. هذا ما يجعله مؤهلاً للعب دور المنفذ الأول للركلات الثابتة، في ظل عدم وجود لاعب متميز في هذا الجانب بشكل استثنائي بين صفوف السيتسنز سوى البلجيكي كيفن دي بروين. وهناك إحصائية تبرز مدى صعوبة مراقبة المهاجم المصري أو انتزاع الكرة منه، إذ ينجح في الحصول على الكثير من الركلات الحرة بسبب المخالفات التي يرتكبها الخصم ضده. وقبل رحيله عن فرانكفورت حصل مرموش على 76 مخالفة بمختلف البطولات هذا الموسم، ولا يتفوق عليه سوى البرازيلي برونو جيماريش من نيوكاسل ب86 بمختلف الدوريات الكبرى. كما يجيد مرموش تشكيل ثنائية قوية مع شريكه في الهجوم، وهو ما أثبته هذا الموسم بجوار هوغو إيكيتيكي، مما يفتح الباب لمساندة هالاند ولاعب هذا الدور معه، خاصة أنه قادر على تقديم التمريرات الحاسمة بكثافة، حيث صنع 5 أهداف من أصل 12 سجلها إيكيتيكي هذا الموسم.